السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعالوا نفرز التوم بطريقة سهلة، هيقعد معاكي من السنة للسنة، وسر لونه عمره ما هيتغير معاكي. انا جايبة 10 كيلو توم اخضر، واللي هيخزن التوم مفروم هو اللي يجيبه اخضر، اللي هيخزنه في البلكونة يصبر عليه شوية لما العروش الخضرة تنشف. انا جايباه اخضر عشان مش هقشره، هفرمه بقشره. هنا هقطع راس التوم بس، هي اللي هفرمها بالطريقة دي. هقطعه كله وارجع لكم. هنا كنت قطعته وهنضفه بقى، اشيل الورق الخارجي والقطعة السودا اللي فوق دي. اشيل كل الورق الخارجي ده، اخد الفصوص بس واشيل الحتة الناشفة، واشيل الورق ده كله كده ونضفه، والفصوص دي اشيل منها الحتة الناشفة، واشيل الحتة السودا دي. اخد كل الفصوص وبعدين اقطعه في النص كده، واشيل العمود الناشف اللي بيبقى في النص ده، ضروري يتشال عشان ما يبوظليش الكبة. هنا كنت عملته كله، هبدأ بقى افرمه. احط نص الكبة، ما املاش الكبة عشان يتفرم معايا كويس. احط نص الكبة، واحط مع كل فرمة معلقة كبيرة ونص ملح، وافرم بقى كويس لغاية ما انعمه. وانا كنت طالبة من اللي جاب لي التوم ان يجيب لي توم ابيض بس، جاب لي توم ابيض ومعاه بعض الاحمر كده شوية. عادي، انا هعمله مع بعض ومش هيجرى اي حاجة. ما احطش بقى اي اضافات تاني، ولا احط زيت ولا خل ولا الحاجات دي. هو الملح بس، لان الملح هو مادة الحفظ للثوم، هو اللي بيساعد الثوم ان هو يقعد من السنة للسنة. وهنا حضرت كيس تلاجة عشان اول ما يتفرم هحطه في الكيس على طول، يعني ما افرمش واسيبه يتعرض للهواء وبعدين اعبيه، لا، اول باول كده اللي يتفرم اشيله في الكيس على طول عشان لونه ما يتغيرش. ايوه كده اهو، اتحط على طول في الكيس. وبعدين ابططه كده وافرده بالطريقة دي كده. عايزة بقى ايه اخليه مفروض كده ماشي، عايزة اتنيه نصين كده برضو ايه زي ما انت عايزة. هنا انا عملته كله، والعشرة كيلو عملوا لي 9 اكياس بالطريقة دي اهي. لما بقى احطه بقى في الفريزر، ولما احتاج اطلع كيس اخد اللي انا عايزاه واشيله على طول في الفريزر. ما طلعش الكيس يفك وبعدين يغير لونه وطعمه وبعدين اشيله تاني، لا، اخد كده ايه على طول واشيله على طول في الفريزر. وممكن اخد كيس افضيه في بطرمان، ولما يخلص اروح حاطه ايه تاني في البطرمان جديد.